الجولة الأولى خلاص اتلعبت والجولة التانية بتتلعب حاليا ومعظم المنتخبات العربية لعبت ماتشاتها. تعالى بقى نقيم العرب في كأس العالم. مش هنكمل، انا عارف من الاول مهما نطول هتكون اخرتها ايه. بقى نقيم العرب في كأس العالم. نبتدي الأول باللي عررنا وعرر الأفارقة والمنتخبات العربية. المنتخب الشقيق المنتخب التونسي. المنتخب التونسي قبل البطولة كان خمسة صايمة. منتخب التونسي دخل البطولة عشان يحدد مين الهداف تقريبا. شفتهم قبل البطولة كانوا خمسة صايمة من بلجيكا في ماتش، وقلنا عادي ماتش ودي ويعدي وبيجربوا، وإن شاء الله في كأس العالم ربنا يستر على تونس بس يخشوا ويلعبوا رجالة. بس تونس ما تتعلمش من أخطائها وتخش أول ماتش تاكل خمسة من السويد اللي هو فريق ضعيف وصاعد. شمس صايمة بأداء كارثي من الدفاع وغلطات ما تحصلش في ماتشات الناشئين، لعيبة ما عندهاش أساسيات الكورة حرفيا. ويخرج الاتحاد التونسي يقيل المدرب صبري اللاموشي ويعين هيرفي رونارد على أساس إنهم كده يعني الدنيا هتظبط خلاص وشلنا المدرب والناس تهدى. تونس ستحقق كأس العالم. شالوا مدرب جابوا مدرب، اللعيبة هي والمشكل هي لحد ما تونس تخش الماتش التاني وتاكل أربعة بفضيحة من اليابان. اليابان اللي كانت واخدة الماتش ده حصة تدريبية وبيلعبوا على الواقف، وبرضه أخطاء كارثية من الدفاع لدرجة إن ثرو واحد يضرب 3 لعيبة من الدفاع. والله ما صعبان عليا غير الشوالي، ما ينفعش اللي لعيبة تونس بتعمله في ده. الصراحة الشوالي في البطولة دفاع ريكورد تاريخي. أي منتخب عربي بيعلق على ماتشاته بيبلع سكور. لقيته. فاحنا دلوقتي بقينا مجموعه من المعرسين قاعدين بنشوف مين فينا اذكى في التعريض، يعني مين فينا احرف في التعريضه، مين هيعرف يشبكها، مين هيعرف يحبكها. لقيته. ولسه باقي لتونس ماتش هولندا اللي هي كسبت السويد خمسة، ربنا يستر وما يتعشروش يعني. الجمهور التونسي بيقول يا رب تيجي على قد الخمسة بس. ونروح لبعد كده لمنتخب شقيق تاني بس دلوقتي ملوك الكبسة السعودية، أخويا الكبساوي. الماتش الأول لعبوا فريق أوروجواي وتعادلوا 1-1. بس كان لازم يعرفوا إن خط الدفاع والنص عندهم مشكلة وفي تفكك كبير وبعد مساحات ما بينهم. أي كورة حرفيا كانت بتعدي الأوروجواي في الماتش لدرجة إن أوروجواي شاطت 27 كورة منهم 10 اون تارجت. النتيجة كانت ممكن تبقى فوز سكور لأوروجواي لولا تألق محمد العويس اللي كان في يومه في الماتش ده. وكان لازم تشوف حل سوء التنظيم الدفاعي ده قبل ماتش أسبانيا. وجه ماتش أسبانيا وما لقوش حل، بس المدرب الحنيو قرر إن هو خلاص وجد الحل وهيلعب بخمسة دفاع. الصراحة خمسة دفاع دي كانت من أكتر القرارات الكارثية في الماتش ده اللي خلت أسبانيا تلعب بشكل مرتاح من غير أي ضغط من لاعيبة السعودية، لدرجة إن أول 24 دقيقة 3-0 لأسبانيا. والهدف التاني والتالت لوحدهم كارثة. لعيبة السعودية مش عارفة تشتت الكرة وبتدي الكرة لأسبانيا يجيبوا جون. الأول سوء تغطية من الظهير لامين يامال هرب من وراه وجابها جون. واسبانيا خلاص دخلت الشوط التاني بتلعب على الواقف، خدت اللي هي عايزاه من الماتش وبدأ ديلافوينتي يدي كله يخلي كله يلعب عشان يدخلهم في أجواء الماتشات. وحتى السعودية بعد التلاتة وبعد ما دخل فيها الرابع لسه واقفين تحت الكرة وبيدافعوا. وكانت برضو النتيجة ممكن تفتح لخمسة وستة وسبعة لولا الفحل الجليادور القرش فيران توريس ربنا يخليه لينا يا رب. بس لسه مصير السعودية في ايديها، اتبقى ماتش يصعدوه. بس المشكلة ان هم هيلعبوا كاب فيردي اللي تعادل مع اسبانيا والاوروجواي، وهيبقى مش ماتش مضمون للسعودية، ولازم السعودية هيلعبوا الماتش ده رجالة ويفوزوا الماتش ده عشان يكملوا دور ال 32. خش بقى المنتخب الكويتي قصدي المنتخب القطري اللي برضه كان اتعادل في أول ماتش ليه زي السعودية. أول ماتش كان ضد سويسرا وكلنا قلنا فيه أمل والقطريين ادونا الأمل، بس دخلوا خسارة مذلة مهينة. ونروح بعد كده للمنتخب اللي ليه كل الفخر من العرب، لأنه حرفيا فاز أو خسر أو بلع سكور فهو ليه كل العذر لأنه في مجموعة الموت حرفيا. العراق. العراق دخلت أول ماتش ولعبوا ماتش كبير قدام النرويج قدام الفحل هالاند الام بي سي 3 سورلوس، وقدروا يرجعوا تبقى النتيجة 2-1 وأيمن حسين يسجل جون. بس لولا الأخطاء الدفاعية ولولا غباء الحارس كان زمانهم ممكن يرجعوا في النتيجة والنتيجة تخلص 4-1. وكمان ساعتين أو كمان أكتر من ساعتين مش عارف الفيديو هينزل قبل ولا بعد،
امبابي ممكن يجيب هاتريك، سوبر هاتريك في العراق ويبقى الهداف التاريخي لكأس العالم عشان ميسي جاب جون، فأكيد هو هيولع. نروح بعد كده للمنتخب الجزائري اللي صدم الكل بأداء باهت ضد الأرجنتين وخسارة 3-0 بهاتريك من الليو الفحل ميسي. المنتخب اللي العرب كله كان حاطط عليه أمل كبير وإن هم هيأدوا أداء كبير، أول ماتش ظهر بأداء باهت، كانت نتيجة مذلة ليهم، بس لسه مصيرهم في إيديهم، لسه قدامهم ماتش النمسا يقدروا عليه والأردن. ويا رب المنتخبين الأردن والجزائر ما يبطنوش على بعض، لازم منتخب منهم يفوز عشان يصعد تاني أو تاني. خلصنا بقى من اللي مهزقنا. ايه طب القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب ده؟ ايه خلي بالك القرف في ده؟ حاجه ايه نروح بقى للي مشرفينا، منتخب الفحول، منتخب الفراعنة مصر، والمنتخب أسود الأطلس المغرب. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ ايه الاكل ده يا جماعة؟ وحد يجاوب ده ايه ده؟ دي سبتة؟ لا مش سبتة، لا اقسم بالله مش سبتة، عشان اكلت السبتة في اعدادي. المغرب تلاعب البرازيل تتعادل، مصر تقول محدش احسن من حد وتروح تتعادل مع بلجيكا، هتكسر هنرزع ومش برجالتنا بايدينا. الهانم جايبه لي مقبول بالعافيه وحضرتك صاعد في ماده، وابوك اللي كنت مستعارين منه طلع بامتياز، طلع الاول على الدفعه كلها. الهانم بعدها المغرب تنزل تكسب اسكتلندا 1-0 بطلوع الروح ويذلونا بقى، يقول لك محدش عارف يكسب، بقالكوا 91 سنة مش عارفين تكسبوا. ما انتوا يا اسطى بقالكوا 51 سنة مش عارفين تاخدوا بطولة، واحنا عندنا 7 منها 3 آخر 20 سنة. مش هنغني. ننزل احنا قدام نيوزيلندا وكابتن مجدي عبد الغني مأكد لي ان في خدهم بيضة وبيتمرنوا في صالات مغطى، نتنتش الأول وأدائنا زي العرة. تقريبا بلجيكا كان الماتش المضمون واحنا ضيعناه ولا ايه؟ واللاعيبه جالها تشبع بطولات من التعادل مع بلجيكا، يخلص الشوط الاول حسام حسن يخلع توكة الحزام وينزل على الرجاله في اوضه اللبس يخليهم يتصاروا، ينزلوا الشوط التاني باداء مغاير، وكرة توصل لمحمد هاني يرفع عرضيه وهوبا ايه، زيكو الاصلي مش البرازيلي يجيب جول الاول لمصر. بعدها زيكو ياخد الكرة من نص الملعب يقوم باص لصلاح يضرب سبرنت ياخد مدافع معاه ويفتح لصلاح زاوية التسديد، صلاح يباصها لزيكو تاني، زيكو بالكعب صلاح ارتو والتاني وهنشم طعم الفرح التاني يا جدعان، وهنشم طعم الفرحة، هنكسب أول ماتش في كأس العالم. وكان كل أملنا بس نكسب لحد ما ينزل فحل تريزيجيه وصلاح يعرض له ركنية تيك سمكة جون، مش بالاتنين بالتلاتة، ونكسب ونبقى أول مجموعة. واللي مش عايز فرحة يجي يفرح مع مصر. احنا كسبنا مش عارف ازاي احنا كسبنا، احنا خلاص شمينا طعم الفرحة. أول مرة نفرح كده، أول مرة أشوف مصر بتتخانق هتلعب أول ولا تاني ولا تالت ونشوف مين هيلعبنا، ومش ماسكين الحسبة وبالورقة والقلم ونشوف هنكسب الماتش الأخير كام. ياه ياه. وزيكو يصبح أول لاعب مصري يسجل ويصنع في نفس المباراة، ومحمد صلاح بعدها ب10 دقايق برضه يبقى تاني لاعب مصري يسجل ويصنع في نفس المباراة، وصلاح يبقى هداف مصر في كأس العالم. واديني